مرة تانية أعزائي المشاهدين، وزي ما قلنا إن احنا النهاردة حلقة خاصة جدا بنحتفل فيها مع كل إعلامي مصر بعيد الإعلاميين، وبنحتفل بعيد ميلاد قناة الدلتا. معانا مداخلة تليفونية الشاعر الأستاذ راضي الطهطاوي، عضو اتحاد كتاب مصر ومحاضر مركزي بوزارة الثقافة. صباح الخير يا أستاذ راضي. صباح الخير يا أستاذة شيرين، وصباح الخير يا دكتورة أميرة، وكل عام وحضراتكم بخير وكل السادة المشاهدين بخير. كل سنة وحضرتك طيب. أستاذ راضي، يعني دائما حضرتك ما بتمتعنا، وكل مناسبة الحقيقة حضرتك يعني بيكون معانا، وده بيسعدنا جدا، وان يبقى في تواصل ما بيننا وما بين حضرتك. يعني ده يمكن من الحاجات الحلوة اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنها انا والدكتورة أميرة. بنقول ان يمكن السوشيال ميديا والقنوات الإقليمية أصبحت يعني خلت المسافات تقرب زي ما بيقولوا. احنا لينا الشرف ان احنا نكون مع حضراتكم. انا بكلم حضرتك يا أستاذة شيرين من محافظة سوهاج. أيوة. ولي عظيم الشرف اني انا اتواجد طبعا يعني في أهل الصعيد دول يعني زي ما بنقول كده أحسن ناس، وإحنا طبعا بنقول إن الصعيد جزء لا يتجزأ من مصر، وأهالينا في الصعيد. اعتقد ان في الفتره الاخيره يعني سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما كان بيولي عنايه واهتمام شديد جدا باهالينا في الصعيد. شاكرين كلمات حضرتك الطيبه، والشعب المصري الاصيل دائما يعني وحده متكامله من شرقه لغربه لشماله وجنوبه. في مناسبه طيبه العيد رقم 29 لقناه الدلتا العظيمه، تسمحي لي حضرتك اتوجه بخالص التهاني والتبريكات لكل العاملين في قناه الدلتا واذاعه الدلتا، ايضا اصدقائنا وحبايبنا الاساتذه الاعلاميين. فكل عام وحضراتكم بخير. قناه الدلتا واذاعه الدلتا. وحضرتك طيب. و89 عام 89 عام للاعلام المصري. نتوجه بخالص التهاني والتشكرات لكل فكر عظيم بنى عقول المصريين وشكل وجدانهم وثقافتهم. خالص يعني تهنيات وكل الشكر لقناه الدلتا وقناه والاعلام المصري بصفه عامه. هتمتعنا بكلمات، يعني دائما ما تمتعنا بكلماتك استاذ راضي. هنسمع ايه؟ والله انا يعني من حبي لقناه الدلتا واذاعه الدلتا كاتب كلمات اهداء لحضراتكم في المناسبه الطيبه. دقيقتين مش هنثقل على حضراتكم يعني. شوفوا قناه الدلتا الستة، شوفوا قناه الدلتا الستة، فيها جمال الشعب المصري، فيها الكلمه بحكمه وبته والسبق الاعلامي الحصري. الف تحيه والف سلام للدلتا وانجازها العصري. بالتثقيف ترفيه ورياضه، وتذيع الشكوى المسؤول. بقناه الدلتا الفياضه بامانه للكلمه تقول. الدلتا دي قناه واذاعه، بيكم احنا يا ناس نتفاخر. بتواجه للخصم اشاعه وتنور بتاريخنا الفاخر، وتجيب الضيف المتخصص وتصحح مفاهيم في عقول. بس مباشر سبق رياده على الاخبار، بتلف الدور تكشف وتوضح بحياده، وتطلع موهوب للنور. بتتابع بدليل ومصادر، فيها المضمون كل تميز، والريبورتاج بالدقه وصادر. كلمه حق ما فيها تحيز، وبتعلن لجلنا تخدمنا وتناقش تقارير وسطور. المضمون والفكر مناسب، بتجيب كل جديد وحديث. المضمون والفكر مناسب، بتجيب كل حديث وجديد. وعي الإنسان أغلى مكاسب، فيها التطوير والتجديد. الإعلام المصري الراقي هي قناة الدلتا تمام. من إشاعات الدرع الواقي، بتحافظ على الذوق العام. بتصون الأخلاق ومواطنة، وإحنا معاها الإيد في الإيد. شوفوا قناة الدلتا الستة، فيها جمال الشعب المصري، فيها الكلمة بحكمة وبتة والسبق الإعلامي الحصري. ألف تحية وألف سلام للدلتا وإنجازها العصري. للدلتا وإنجازها العصري.
الله، كلمات يعني اعتقد ان مفيش اجمل من كده كلمات، وده يعني مش شيء جديد على حضرتك يا استاذ راضي. دائما ما تمتعنا بكلماتك الجميلة في كل المناسبات. تستحقون الاكثر، وشكرا لمجهوداتكم الطيبه بشكر في حضرتك تنوير جدا عقولنا. على هذه المداخلة يا استاذ راضي، بشكرك جدا. تحياتي مره اخرى للدكتوره اميره وكل فريق عمل البرنامج والاذاعه والقناه الجميله الصيشري. بشكرك جدا، شكرا شكرا استاذ راضي. تحياتي. يعني استاذ راضي نموذج جميل للشاعر المصري الاصيل اللي يمكن ما بيفوتش مناسبه من المناسبات الا ويتواصل معانا. واعتقد ان ده دور هام من يعني من ادوار الاعلام المصري، ان هو يبرز نقول المواهب والشخصيات المتميزه في كافه المجالات. ده حقيقي. خليني في البدايه اقول واخد من كلمات استاذ راضي الف تحيه والف سلام لاستاذ راضي شاعرنا الجميل. حقيقي الف تحيه والف سلام لكل ابناء صعيد مصر الجمال اللي هم حقيقي بنكن لهم جميعا كل تقدير واحترام، ونموذج مشرف لأبناء الصعيد. فمخاطبة الوجدان، مخاطبة الوجدان مهمة جدا. هو أستاذ راضي لخص كل اللي احنا قلناه في كلمات بسيطة يعني وسهلة بتدخل القلب. وكمان يعني ده حقيقي. يعني حتة ان